الديناميت روبرتو ليفاندوسكي ما يضيعش وقت كتير، وبعدها بدقيقه بيسجل كرة الهاتريك في مدريد، كرة جت في سقف الجول. بروسيا حرفيا ركبت المباراة. اسلحة السبيشال وان مورينيو مش قادرة تسجل في دفاعات الدورتموند، حتى الهدف اللي اتسجل كان هدية من هوميلز، والليفا داخل دعك ما بيرحمش. لوكا مودريتش بيجرب بكرة سهلة في ايد الحارس رومان فاندالفيلار. جوندوجان بيرقص راموس وبيحط كرة كان مكانها في الشبكة، وبيطلعها دياجو لوبيس في اخر لحظة، وكرة لو جت كانت هتبقى كارثة على مدريد. رد الفعل كان من راموس اللي حط كرة سهلة براسه في ايد رومان فاندالفيلار. تشابي الونسو بيزيد من احزان مدريد، وبيجيب ضربة جزاء على فريقه بعد ما ضحك عليه ماركو رويس، وبيقف ليها ليفاندوسكي اللي عاوز يسجل السوبر هاتريك، وبيسجل الهدف الرابع للدورتموند والسوبر هاتريك للليفا. والجماهير مش مصدقة، الريال في نصف النهائي خسران بالاربعة، بس الليفا كان مزاجه رايق قوي، لقى لوبيس طالع شوية من جوله، حط له واحدة من فوق كده بس بيشيلها لوبيس في اخر لحظة، وبيضيع على الليفا الهدف الخامس.